السلام عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جالكم بقى النهارده بفيديو جديد. قبل ما ندخل بقى الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى جالكم بفيديو جديد وروتين جديد. بس قبل بقى ما ندخل الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا لي طبعا الكومنت الحلو بتاعكم اللي بيشجعني وبيحفزني وبينشطني كده ان انا اعمل فيديوهات على طول. الفيديو بتاعنا بقى النهارده فيديو حلو قوي، فيديو يعني انا اصلا حباه. النهارده بقى جوزي جاي من السفر بقى ان شاء الله. فبحضر له بقى الحاجات اللي هو بيحبها. انا كنت عايزه اعمل له اكل افخم من كده شويه، كنت عايزه اعمل مثلا اعمل له بط، اعمل له حمام، اعمل له لحمه، اعمل له اي حاجه. بس هو بقى ايه، راسه الف سيف، لازم صينيه السمك المكاريل اللي متعود عليها ياكلها من ايدي. حب ان هو ياكلها في اول يوم، اقول له طب خليها تاني يوم طب خليها تالت يوم. لا، هو مصمم ان اول اكله اعملها له صينيه السمك المكريلي دي، لان هو بيعشقها من ايديا وبيقول لي يعني ايه، مهما اكلها في اي مكان تاني ما بحبهاش غير من ايديكي. هو اللي قال اهو، انا ما قلتش حاجه هو اللي قال. فانا طبعا ما رضيتش ازعله، هو يؤمر واحنا ننفذ، فانا ما رضيتش ازعله وحبيت ابدا له كده الاجازه بصينيه السمك المكاريلي بقى التحفه الفظيعه دي زي ما انتم شايفين كده. جهزت بقى الخضار بتاعي وقطعته ونضفت بقى السمك، وزي ما انتم شايفين كده خليته فله، وبدات بقى ان انا اقطع السمك زي ما انتم شايفين. بقطعه بقى طرنشات رفيعه كده او شرايح، ما بقطعوش يعني قطع كبيره او حاجه. انا بحب اقطعه كده علشان التوابل يعني وهي لسه نيه اصلا الريحه كانت طالعه فظيعه كده زي ما انتم شايفين كده. بوريكم شكلها من قريب. دخلتها بقى الفرن وبعد كده غسلت ايديا كده غسله حلوه، وبدات بقى ان انا اعمل بقى ايه، احضر بقى الحاجات اللي هيحل بيها. ما هو مش هياكل بقى سمك ونسيبه من غير ما يحلي، لا لازم يحلي كمان يعني. هنا بقى هعمل سلطه فواكه زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى من كل الفواكه اللي في السوق، جايبه مشمش وجايبه برقوق وجايبه تفاح. كنت هجيب خوخ بس ما لقيتش الخوخ السكري، والخوخ التاني احنا ما مش بنحبه قد كده، ما كانش يعني حلو. كان عندنا بقى خوخ في الفريزر، طلعته وعملته عصير خوخ. هتشوفوا معايا دلوقتي عصير خوخ قطعت بقى المشمش كده قطع صغيرة، وهنا كنت بقطع البرقوق بقطعه برضو قطع صغيرة كده. وبرضو مطلعه تفاحتين هقطعهم. يعني من كل الفاكهة اللي عندي خدت من كل نوع حاجة كده، عشان اعمل له بقى سلطة فواكه كده محترمة زي ما انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى الولاد بيحبوا سلطه الفواكه دي جدا يعني.